السلام عليكم. انا أشين من محافظة الاقصر، ودي قناتي افتح قلبك مع شانيستا. اتمنى ان انتوا تتابعوني بكل حب زي ما انا بحبكم جدا جدا. انا النهارده جاياكم بروتين حلو جدا خفيف كده على قلبكم، وفي كمان كلمتين من قلبي حابه ان انا اقولهم ليوتيوبر كبيره معروفه، وكمان حابه اوجه لها الرساله دي، يا رب يوصل لها صوتي. يمكن تكون محتاجه قوي تسمع في الفتره دي الكلمتين اللي انا عايزة أقولهم. لعل وعسى أكون سند ليها حتى لو بكلمة. لأن هي فعلا تستحق إن الناس تقف معاها حتى لو بكلمة، بنصيحة، بأي حاجة هي محتاجة فعلا الفترة دي إن احنا نقف جنبها. اليوتيوبر الكبيرة اللي أنا بقولكوا عليها دي، اللي أنا على المستوى الشخصي بحبها جدا، وهي دودو شانل. اتمنى ان انتوا تسمعوا الفيديو للنهاية، لان بجد الكلام ده هيمسها ومسسني انا شخصيا. طبعا النهاردة كان يوم جمعة. الروتين ده انا كنت مصوراه يوم جمعة، فحبيت اجيب لكم صلاة الجمعة كده اول ما بسمعها بتبقى عاملة ازاي. طبعا مش بعمل اي حاجة كتير في اليوم ده، غير ان انا بروق بفرش بس. يعني فانا دايما بحب اسمع صلاة الجمعة وبعمل غدا، وبعد الغدا ببقى ايه، بقوم كده اشوف اللي ورايا ايه. طبعا ما كانش ورايا غير ان انا افرش الاوضه من سجاد، من فرش ملايه والكلام ده. بس كده. الكلمتين اللي انا حابه اقوله لها اقولها لدودو. عايزه اقولك انا عارفه ان السنه دي كانت من اصعب السنين، السنه اللي عدت عفوا من اصعب السنين اللي ممكن تكون مرت عليكي. عارفه ان انتي كمان مريتي بمشاكل كتير. يمكن المشاكل دي بسبب ان ناس كتير دخلت في حياتك ما كانتش اهل للثقه، وما كانتش قد الثقه اللي انتي بتديها لهم. انا عارفه ان انتي طيبه وقلبك طيب، من كتر ما انتي قلبك طيب بتدي الثقه زياده وبتحبي زياده للشخص. انا عارفة كمان ان احنا في الدنيا دي عايشين علشان نتعلم من المشاكل اللي هي بتواجهنا. بس انا بعتب عليكي في حاجة واحدة بس. دايما لما تيجي تصاحبي ما تديش كل الثقة للشخص اللي قصادك، حتى لو كان مين، حتى لو كان اقرب الناس ليكي. جوزك على عيني وعلى راسي، بتحبيه ماشي كل حاجة، ولكن لما يبقى فيه مواقف كتير صدرت من الشخص ده، لما نيجي نتعامل مرة تاني. انا مش بقولك لا ما ترجعيش تتعاملي، لا اتعاملي، بس خدي حذرك من الشخص ده. سواء جوزك، اخوكي، اختك، صاحبتك، ايا كان. دايما مشاكلي اقفل عليها، ما دخلش حد مشاكلي، ما دخلش حد في مشاكلي. ما اعرفش صاحبتي انا مبسوطة ولا مش مبسوطة في حياتي، خصوصا لو الصحبة دي جديدة معايا انا لسه متعرفة عليها. ما دخلهاش بيتي واعرض عليها حياتي كلها وتبقى شايفة حياتي كلها، وودي الثقة زيادة والأمان زيادة. لأني صدقيني مفيش صاحبة بتبقى لسه متعرفة عليها، او يعني لسه يا دوبك متعرفين على بعض. انتي مش عارفاها كويس، مش عارفة داخلياتها ايه، نفسيتها ايه، هل هتحبلك الخير، هل انتي عارفة ظروفها هي ايه، عايشة بايه. يعني ممكن تكون هي مرة بظروف جوزها مش كويس معاها ولا حاجة، وهي لا، يا جوزك كويس وبيهديكي وبيعملك اللي انتي عايزاه وامورك متيسرة الحمد لله. ف... فانتي مش عارفة، ممكن تكون قد يعني نظرة، مش لازم تخرب عليكي او كده. انا والله ما اعرف ايه المشاكل اللي حاصلة معاكي في الفترة الاخيرة، ولكن قد ايه وصل لي الوجع بتاعك، قد ايه وصل لي، قد ايه انتي اتأذيتي، قد ايه ان انتي محتاجة الناس تقف معاكي. دودو شانل يا جماعة من انضف الشخصيات اللي ممكن تقابلوها على اليوتيوب. ما بتعرفش تحور، ما بتعرفش تكذب، ما بتعرفش تمثل على الناس. بتبقى مبسوطة بتطلع تقول انا مبسوطة، بتبقى زعلانة بتطلع تقول انا زعلانة. فدي من انضف الناس اللي ممكن تقابلوها على اليوتيوب، على خلاف يوتيوبر كتير مش بتاعت حوارات، دايما بتحب تقف وتساند صحابها. ولكن للأسف الصحاب دايما صحابها بيبقوا عارفينها عشان غرض ما، او علشان مصلحة ما عايزينها منها. محدش بيصاحبها علشان حاجة، وهي للأسف في كل مرة بتبقى محتاجة الحد الطيب، الصاحب الكويس الجدع.
فبتصدم في الاخر فيه. عايزه اقولك ما تديش الامان لحد، ادي الامان لامك، لابوكي، لاختك، ما تديش الامان لاي حد إن كان. ولادك خلي بالك منهم، استثمري فيهم حبك، حنانك، هم دول بس اللي انتي تديهم الامان، لان انتي فعلا محتاجة منهم الامان والحضن والحنية. عايزة اباركلك كمان على وصولك المليون متابع على قناة اليوتيوب دودو شانل، الف الف مبروك. طبعا المليون ده اتكون بعد كام سنة، انا عارفة اني سنين كتير قوي انتي عايزة اقولك ان انتي بتجمعي فيهم، سنين كتير تعبتي وقدمتي من وقتك ومن صحتك ومن مجهودك وحياتك عشان توصلي للمليون متابع. قد تكون الفرحة دي جت في وقتها ان انتي تفرحي بالمليون متابع، علشان انتي محتاجة للفرحة في الوقت ده، محتاجة ان انتي تفرحي، محتاجة حاجة تطبطب عليكي في ظل الظروف الصعبة اللي انتي بتمر فيها. فيمكن دي تدابير ربنا سبحانه وتعالى ان يكرمك بالوقت ده بالذات، ان انتي تفرحي الفرحة الكبيرة دي. طبعا احنا مستنيين الحفلة المليونية اللي انتي بتجهزي فيها. عايزة اقولك احنا جمهورك، احنا في ظهرك، احنا من متابعينك اللي بنحبك جدا جدا جدا. انا يمكن اكون قناتي صغيرة جدا، ولكن اتمنى ان صوتي يوصلك، اتمنى ان الفيديو ده تسمعيه، علشان انتي تستحقي فعلا الكلام ده. انا مش بايدي اقدم لك اي حاجة والله العظيم، غير ان انا اتمنى لك الخير، وكمان اقول لك كلمتين اللي انا قلتهم دول، وهقول عليهم كمان كلام ان انتي تستحقي ان انتي يتقالك الكلام ده، ان انتي عايزاكي تبقي في حالك، ما تدخليش حد بيتك، ما تحكيش لحد حاجة حتى لو كان صاحبتك. الصحبة مش مجرد شهر ولا 2 ولا 3 تقولي عليها صحبة وصديقة، لا بالعكس، الصحبة دي اللي تبقى عندك سنين. طبعا في مواقف واختبارات كتير بيتحط فيها الموقف، يعني الشخص نفسه في المواقف دي بتبينلك اذا كان الشخص ده يستاهل ولا لا. انتي مش عارفة اللي قصادك ده يستاهل ان انتي تدعميه في مواقفه، في مشاكله، في حياته ولا لا. فاهماني؟ دايما يعني انا في امور بيتي دايما ببقى قافله عليها، ما بحبش حد خالص ان انا احكي له حاجه، او ان انا مثلا ابين لصاحبتي ان انا مبسوطه، الا اللي هي الصديقه قوي قوي اللي انا 10 سنين مع بعض. صاحبتي اللي انا اجي اقول لها انا عملت وعملت وعملت، وهي تيجي تديني على دماغي لو انا غلطانه، تديني على دماغي لو انا غلطت في حق نفسي قبل حق غيري. مش اللي هي تطبطب عليا وتشجعني على الغلط اللي انا فيه. دي الصحبه فعلا اللي انتي تعتمدي عليها وتاخديها صحبة وصدوقة، صديقة الصدوق زي ما بنقول عليهم. بس لكن اي حد تاني لا، مش عايزاكي خالص ان انتي تاخديهم مع يبقوا في حياتك وتدخليهم بيتك وتعرضي عليهم مشاكلك والدنيا دي كلها. انا عارفة ان هي عين صابتك، عارفة ان هي عين صعبة جدا مريتي بيها، في ناس كتير وراكي بتنخور وراكي وعايزة تخرب عليكي. انا عارفة ممكن يكون نالوا الخراب ده، ولكن انا عارفة وواثقة في ربنا ان ربنا هيقف معاكي، وهتبقي اقوى واحسن من كده، وهتثبتي للناس دي العدوة ليكي ان انتي احسن منهم بكتير، وان ربنا عوضه كبير جدا، لان انتي جواكي انسان طيب، جواكي انسان بيحب الخير للناس قبل ما بيحب الخير لنفسه. ومريتي بمشاكل كتير في حياتك، اكيد ربنا هيعوضك عوض خير، لعل وعسى العوض ده العوض ده يكون يكفيكي عن اي حاجة كانت، يكفيكي حتى عن اي حد تبقي محتاجاه في حياتك. ربنا يقويكي، ربنا يخليكي لاولادك تشوفيهم احسن الناس، ويكرمك في قناتك وتكبري اكبر واكبر كمان وكمان، توصلي يا ستي ل10 مليون متابع، لان انت فعلا تستاهلي. انا عمري ما شفت يوتيوبر في حالها، وان هي يعني صادقة فعلا في مشاعرها. برضو في نهاية الفيديو عايزة اقولك ما تأذيش نفسك، لان نفسك كبيرة قوي وغالية علينا قوي ان انت تأذيها.
وغالية على نفسك كمان، عايزة نفسك دي تخليها غالية على نفسك انتي، علشان ما تستاهلش ان انتي تأذيها. ومحدش في الدنيا كلها يستاهل ان دمع منك، ولا يستاهل ان انتي تزعلي او تضايقي نفسك عليه. دي كان كلمتي، وبحب ان انا اقولك في نهاية الفيديو ان انا بحبك جدا جدا جدا. بس ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، وكمان شفتوا الروتين بتاعي البسيط. ودي اوضة نومي اللي انا حبيت اروقها في يوم الجمعة. بخرتها وفرشت الفرش الشتوي بتاعي اللي انا بحبه، وكل حاجة في الأوضة. عايزة اقول لكم كده خلاص الفيديو اوشك على الانتهاء خلاص. اتمنى ان انتوا تدعموني باللايك، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتستنوني في فيديو جديد انا يعني هنزله. ونستمر كده في تنزيل الروتينات بإذن الله الفترة اللي جاية. اهم حاجة ان انتوا تشتركوا في القناة يا بنات، لان بجد انا محتاجة دعمكم الفترة دي، علشان حتى ابقى مبسوطة ان انا انزل لكم فيديوهات كتير جاية. اتمنوا لي الرضا، اتمنوا لي دعوة حلوة كده جميلة منكم في نهاية الفيديو. استودعكم الله سبحانه وتعالى، مع الف سلامة يا احلى ناس في الدنيا.